تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعزائي المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. اليوم سنتناول موضوعا هاما جديرا بالمناقشة حول ما يتعلق بالميراث والمواريث والتوريث والحرمان في بلادنا إريتريا وفي كل مكان يوجد فيه الإريتريين. في هذه الحلقة يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الشيخ محمد عبد الله من خارج الاستوديو، وهو الداعية المعروف، وفضيلة الدكتور الغالي على قلوبنا الدكتور حسن سلمان الباحث في القرن الإفريقي. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين أرحب بالضيفين الجليلين، كما أرحب بكم على متابعتكم لهذه الحلقة، ومع التقرير الذي سيعرض عليكم الآن، ثم نواصل مناقشتي إن شاء الله. ورشة لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي. فرض الله سبحانه وتعالى الميراث بحكمة منه وعلم، وقسمه بين أهله أحسن تقسيما وأتمه، فجاءت آيات المواريث وأحكامه شاملة لكل ما يمكن وقوعه، فبين الله سبحانه وتعالى أنه فرض لا يحل تجاوزه ولا النقص فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه. أشرقت شمس الإسلام لتزيل ظلم الجاهلية في الإرث، حيث كانت المرأة في الجاهلية سابقا لا ترث لأنها لا تدافع عن القبيلة، أو خوفا من أن ينتقل المال إلى الغريب الذي تتزوجه، وكانوا لا يورثون الصبيان من أبناء الميت. فجاءت الشريعة الإسلامية التي وضعت نظام التوريث على أحسن النظم المالية، مبينا أحكامه بيانا بليغا، ومبينا أحوال كل وارث بيانا شاملا شافيا وتفصيلا دقيقا. وحكمته سبحانه وتعالى عظيمة، فاختيار الورثة لم تدع فيها مجالا لأحد من البشر أن يقسم أو يحدد شيئا من ذلك. لا يزال البعض من الناس يقتتل مع أفراد عائلته بسبب الميراث، حيث تعددت الأسباب التي من شأنها أن تنشئ هذه الخلافات، أو يسلب نصيب المرأة من الميراث كما في الجاهلية سابقا. وكذلك أيضا نجد القوانين الحديثة في الدول العظمى قاصرة كل القصور في تنظيم أحوال الميراث. فالواجب علينا جميعا
أن نلتزم بحدود الله سبحانه وتعالى في توزيع الميراث، فإننا نتعامل مع تشريع تولاه الله بنفسه وتولى بيانه بنفسه، ولم يترك ذلك لأحد من البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم مستمعي الأكارم والمشاهدين والمشاهدات. نستمع الآن إلى الآيات التي حددت الميراث لجميع خلق الله تبارك وتعالى، منزلة في سورة النساء، يتلوها علينا فضيلة الشيخ محمد عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ويقول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له
ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. تبارك الله، ما شاء الله، تبارك الله، متعتنا والله بهذا الصوت الجميل والتلاوة العطرة. يا سلام يا سلام، جزاك الله خير شيخ محمد. طيب أعزائي المستمعين، الآن ننتقل لفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان للتعليق على هذه الآيات العظيمة. شيخنا الكريم، أولا نرحب بكم. الله يبارك. هذه الآيات الكريمات الثلاث متوالية والأخيرة الرابعة هي في سورة النساء، اشتملت على أحكام المواريث وتقاسيمها. نريد من فضيلتكم حفظكم الله المرور عليها سريعا بعد مقدمة خفيفة عن علم المواريث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أضحك الله سنكم. حقيقة لقد سألت عن عظيم، يعني سألت عن عظيم، وقد لا يكون من السهل حقيقة لمن ليس متضلعا ومتعمقا ربما في علم المواريث أن يختصر اختصارا ذي فائدة، لكن نحاول إن شاء الله أن نسدد ونقارب ونسأل الله التوفيق. بارك الله فيك. أولا، موضوع العلم، علم المواريث يطلق عليه علم الفرائض وعلم المواريث وعلم التركات، وباختصار بعيدا عن التعريفات اللغوية والاصطلاحية هو العلم المتعلق بتقسيم ما يتركه الميت بعد موته وكيف يقسم بين من يستحقون شرعا الورثة. يا سلام. والمال بعد أن يموت الإنسان له مجموعة من القضايا يتعلق بها. المال بشكل عام يتعلق به جملة من الحقوق غير الميراث، يعني ربما الميراث هو واحد من 5 أشياء، أن المال بعد الموت تتعلق به 5 قضايا، منها قضايا إذا عنده رهن، إذا عنده ديون، إذا عنده وصايا، ثم ما يبقى بعد ذلك هو الذي نطلق عليه المواريث وتجري عليه قواعد الميراث. تمام. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، موضوع علم الميراث له علاقة كذلك بالمنظومة الكلية في التشريع. يعني لا تنظر إلى أحكام المواريث مجتزأة عن بقية منظومة الدين في العقائد والشرائع، وهي منظومة متكاملة. فمثلا الإسلام له رؤية في المال، يعني أنت لتستوعب قضية التقسيم هذا الذي نتكلم عنه لا بد ابتداء أن تنظر ما هي فلسفة الإسلام في المال. يا سلام. ففلسفة الإسلام في المال أن المال مال الله. يا سلام. الخلق خلقه والأمر أمره والمال ماله سبحانه. وإذا لم يستوعب الإنسان هذه القضية سينظر لماذا يحصل هذا التقسيم وهذا التدخل. لأن المنظومة الغربية المقابلة للمنظومة الفقهية الإسلامية تعتبر الإنسان المال ماله. تمام. يعطيه ما شاء، يعطيه كلب ولا يعطيه قط ولا يعطيه يتبرع به في منظمات خيرية، المهم هو مخير. بالنسبة للمنظومة الإسلامية تقول المال مال الله وأنت مستخلف فيه، بمعنى وآتوا من مال الله الذي آتاكم وما جعلكم مستخلفين فيه. نعم. إذن أنت مستخلف في المال. نعم. كما أنك مستخلف في السلطان أيضا بشكل عام. الثروة والسلطة التي يتصارع حولها البشر الناس مستخلفون فيها. نعم. هنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى موضوع ما بعد الموت جعله لنفسه، يعني هذا التقسيم ما تركه لأحد. يعني كثير من القضايا تلاحظ بأنه ربما يترك فيها أحيانا البيان للسنة النبوية، لكن أصول هذه الفرائض أتت من السماء، جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى بناء على أن المال ماله سبحانه وتعالى هو الذي يقسمه.
هل في هناك خلاف بين العلماء في تقسيم هذه من حيث الأصول؟ من حيث الأصول لا يوجد خلاف، سبحان الله. علم المواريث من حيث الأصول يعني في الفرعيات التي لم يثبت فيها دليل، لكن في القطعيات ما عندك أصل. يعني الآيات التي تليت مثلا هي آيات إجماع. هذه قضايا المذاهب الأربعة لا خلاف عليها. القضايا يعني من يرث النصف، من يرث الربع، من يرث الثمن، هذه القضايا لا خلاف فيها تقريبا، لا خلاف فيها خاصة. لكن في تفصيلات التي لم يرد عليها دليل ثم حصل الصحابة قاسوا عليها، هنا تبدأ الصحابة ومن بعدهم يختلفون. النقطة الثالثة التي أيضا أحب إن شاء الله أن أنبه عليها، أننا ننظر إلى هذا الميراث ليس بمنظورنا نحن. أنه سنأتي إن شاء الله إلى مسألة مهمة جدا. البعض يثير قضية التفاوت في المواريث، يقول لك والله يا أخي الإسلام ظلم المرأة وما ظلم المرأة، بناء على الآية التي ربما تليت في بداية تلاوتنا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن من يعرف التقسيم الحقيقي للإسلام في مسألة الشريعة، منظومة المواريث تكاد تكون أبهرت كبار فلاسفة الغرب، سبحان الله. يعني من القضايا الدقيقة فيها والتفصيل العميق فيها. فعموما إذا أردنا الآن أن نتكلم عن موضوع بعد أن عرفنا أن المال مال الله سبحانه، أن الله سبحانه وتعالى قسمه بين الناس، هنالك عموما مسائل أيضا يتناولها عموما علم الميراث، وهي قضايا أسباب الإرث، موانع الإرث، شروط الإرث، أركان الإرث. هذه طبعا كلها تفاصيل على كل يتناولها علم الميراث. يعني نحن الآن لا ندخل في هذا الجانب، لكن بعد أن ثبت خلاص أنه والله هذا المتوفى ثبت أنه يعني ترك مالا، وأخذنا على الأقل بالترتيب الذي ذكرناه، إذا كان عليه ديون دفعنا ديونه، جنازته وتكفينه والتجهيز يكون من نفس ماله. ثم أخيرا ما بقي من هذه القضايا، إذا في وصايا أيضا أخرجناها في حدود الثلث، ما بقي بعد ذلك هو الذي يحصل عليه أمر التقسيم، فيكون الناس في ذلك أصول وفروع وحواشي. تمام. في الميراث صحيح. الأصول هم الآباء وإن علوا، الأب الجد وجد الجد، هذه يسمونه الأصول. الفروع هم الأبناء وإن نزلوا. الولد والابن وابن الابن وإن نزل. والحواشي؟ الحواشي هم الأعمام والأخوات والإخوان، هذول يسمون الحواشي. فلا تخرج تقريبا مسألة التقسيم من هذا ثم هم أيضا في إطارهم يقسمون إلى رجال ونساء. ستجد أنه وفي إطار الرجال والنساء هنالك أصحاب فروض دوما، وهنالك عصبات دوما، أو أحيانا يجمعون بين الفرض وبين التعصيب. الفرض هو أن الله سبحانه وتعالى فرض للشخص نسبة معينة، فمثلا يقول والله إذا كانت هنالك بنتان ليس معهم إخوة يأخذون مثلا الثلثين، إن كانت واحدة مثلا تأخذ النصف. هنا يسمى هذا فرض، بمعنى السدس، الربع، الثمن، هذا النوع من الأرقام التي تم تقريبا تلاوتها، هذا يسمى فرض. التعصيب هو بعد أن يأخذ أصحاب الفرائض حقوقهم، أخذ أصحاب الفرائض المنصوص على حقوقهم، ما بقي يكون للعصبة. طيب المصاهرة، التوريث بالمصاهرة. التوريث بالمصاهرة هو موضوع الزوجات، الأزواج، وهذا طبعا أيضا يعني هذا يدخل معنا في قضية أسباب الإرث. أسباب الإرث عندك القرابة وعندك المصاهرة وعندك الولاء، هذه الثلاثة أسباب تقريبا لا يخرج عنها كل نظرية المواريث في الإسلام، إما أن تكون بناء على القرابة، وإما أن تكون بناء على المصاهرة، وإما أن يكون هنالك ولاء. والولاء لمن؟ ما معنى الولاء؟ الولاء أن يكون هنالك شخص أعتق عبدا ويكون إذا يعيش حياته حرا وليس له وريث، فيرثه من أعتقه. طيب شيخ حسن، نعم. بدأت الآيات بقوله تعالى يوصيكم الله، يوصيكم الله، ونرى يكرر الله سبحانه وتعالى هذه العبارة وصية من الله. ما تعليقكم حول هذا؟ هي سبحان الله، شوف آيات الميراث والوصايا فيها نوع من قضية. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى لما يقرأ الشيخ كنت أقول فيها ملاحظة الحكمة وملاحظة الحلم وملاحظة العلم، يعني ثلاثة مفردات تكاد تكون تختم بها دائما المواريث، بمعنى أن هذا الذي قسم عليم، هذا الذي قسم حكيم، هذا الذي قسم حليم. وبالتالي لما يوصيك العليم ويوصيك الحليم ويوصيك العليم فأنت تقبل. ثم أيضا هذه عندما يقول الله يوصيكم ويكون السياق سياق الفرائض، هنا لا تعني ألا تظن أن فيها أيضا رحمة
هي فيها لأن الرحمة الذي يوصيك يرحم بك. نعم، يوصيكم هي الله، يوصيكم الله. نعم. نعم، فيها جانب الرحمة. ولذلك سبحان الله سورة النساء بشكل عام هي سورة الضعفاء، وما يجري فيها دائما من القيم الرحمة والعدل. أعظم القيم التي تدور فيها سورة النساء التي فيها المواريث هي الرحمة والعدل. الرحمة على كل الضعفاء، من أطفال، من شيوخ، من نساء. إني أحرج حق الضعيفين. نعم، هذه تقريبا المسألة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ حسن، جزاكم الله خير. الشيخ محمد عبد الله، نجدد الترحيب بكم حفظكم الله ورعاكم، ونحب حقيقة نتناول معكم فيما يتعلق. استمتعنا بكلام الشيخ حسن بأن هذه المواريث هي من حكم الله تبارك وتعالى وصية ورحمة وحلما وعلما أيضا. بعض الناس رغم وجود هذه الآيات لا يعمل بهذه المواريث ولا ينفذ وصية الله تبارك وتعالى. تعليقكم حول ذلك شيخ محمد عبد الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة مثل هذا الأمر، أول أمر أنا أحب أن أشكر الإخوة القائمين على شبكة راديو سلام لطرحهم مثل هذا الموضوع الهام جدا بالذات للشعب الإريتري. ثانيا بالنسبة لهذا الأمر الذي ذكرت الآن، يعني أنا كنت يعني أتأمل حينما كان يتكلم الدكتور حسن عن قوله في قوله تعالى يوصيكم الله، أن فيها حلم وعلم ورحمة. دلالة هذا الأمر يعطيك أن الشخص الذي يتلقى مثل هذا الأمر لا بد له أن يتقبل، لأن الله جل وعلا تلطف به ورحمه وقسم له هذه الأموال عن علم الله سبحانه وتعالى الذي ليس بعده علم سبحانه وتعالى. فبالتالي الشخص الذي يتعدى هذا الأمر ويتجاوز فإنه يعني دخل في نطاق أنك ترفض حلم الله سبحانه وتعالى، وترفض لطف الله جل وعلا، وترفض علم الله جل وعلا، وتلجأ إلى حولك وقوتك وعلمك وضعفك. هذا من ناحية التعامل في الدنيا بين البشر، فإنهم يجنون على أنفسهم بهذا العمل. أما إذا آل الأمر إلى الله جل وعلا وتحول الأمر من المحكمة الدنيوية إلى المحكمة الأخروية، فإن الله عز وجل عدل لا يظلم عنده أحد. فمن أكل حقه في الدنيا فإن الله جل وعلا سينصره يوم القيامة، يعني لأنه يعتبر من المظلومين. فالشخص الذي يتجاوز هذه الأحكام الشرعية التي جعلها الله جل وعلا ليتحاكم فيها البشر ولكي يأخذ كل صاحب حق حقه، إذا تعدى هذه الأمور بمعنى أنه يعني أراد أن يأخذ عقاب الله جل وعلا الأليم. فبالتالي الإنسان الذي يعمل مثل هذه الأعمال، الذي لا يقسم هذه المواريث كما أراد الله جل وعلا، ويقسم هذه الأموال وفق أهوائه، وفق يعني أمزجته، ووفق يعني ظلمه لهؤلاء البشر، فإنه يتعرض لعقاب الله عز وجل الأليم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم يوم القيامة لا بد أن يقتص منه لهذا المظلوم. فبالتالي من أخذ حقه في الدنيا فإن الله جل وعلا سيعطيه حقه في الآخرة، لكن بدون أن يكون هناك درهم ولا دينار كما هو معلوم. طيب شيخ محمد، جزاكم الله خير. احنا الشعب الإريتري الحمد لله في الغالب يعمل بهذه الآيات ويؤمن بها، ولكن الإشكال هو يعني تأخر بعض الأسر في عدم العمل بالتوريث، نتيجة إما يقولون أن هذه المواريث ربما تسبب لنا، لو قسمناها تسبب لنا فرقة وشتات في الأسرة. واحد. اثنين،
لو قسمنا هذا الميراث وليكن مثلا عقارا لو قسمناه سيحرم الساكنين فيه، فبالتالي يتركون هذا الميراث هكذا دون تقسيم، وتمر عليه السنوات تلو السنوات، بل أحيانا قد يتوفى بعض أهل المستحقين للميراث، يتوفى فوق ما توفى أيضا ولي الأمر اللي هو رب الأسرة. فحكم هذا الأمر حكم عدم التوريث، عدم تقسيم الورثة، عدم إعطاء كل ذي حق حقه، وتأجيله بهذه الأمور الموجودة بين أسر. ماذا ترون شيخ محمد؟ نعم، من أهم الأعمال التي يعملها يعني أولياء هذا الميت أنهم أول ما يبادرون بتقسيم هذه التركة. لا يعني تقسيم التركة لا يعني بالضرورة أن هذا البيت يباع يعني يتفرق الناس، ولكن يعني المقصود بتقسيم التركة أن يعرف كل صاحب حق حقه. فإذا تعرف كل صاحب حق حقه هنا خلاص انتهى الأمر، يعرفون أن هذا البيت أو أن هذه القطعة من الأرض، أن هذه الأموال سواء كانت عقارات أو منقولات أو ما شابه هذا، أنها هي تابعة لفلان، وأن إيرادها إذا كانت من العقار الذي يؤجر أن إيراد البيت الفلاني هو لفلان أو ما شابه ذلك، بحيث أن كل شخص يكون عارفا لحقوقه، لا يكون على العماوة. وهذا الذي يسبب الإشكاليات. الناس يبقون على هذا الأمر، جيل يعقبه جيل، ثم في النهاية يصلون إلى أنهم لا يعرف كل صاحب حق حقه، وربما يأتي الجيل الآخر يأكل هذا الحق ويتملكه لوحده، ويكون يتسبب في فرقة أعظم من الفرقة التي كانوا يتخيلونها ويتوهمونها. وأنا أقول تبقى القلوب عامرة بالحب وبالمودة وتقسم الأموال أفضل من أن تبقى الأموال ثم بعد ذلك تصل القلوب إلى الفرقة وإلى الشتات وإلى الخصام وإلى المحاكم وإلى أكل الحقوق وما شابه ذلك. حسن، أنا أقول هناك عندنا نماذج، دقيقة يا شيخ برهان، هناك عندنا نماذج أنا أعرفهم بأسماء في إريتريا، يعني رجل من أثرياء إريتريا قسم أمواله على أولاده وبناته، قسم لهم، قال فلان هذا حقك وفلان هذا حقك، وقسمها تماما قبل أن يموت. قال لهم سنستمتع بها سويا في حياتي، فإذا مت كل واحد فيكم يعرف حقه، وسجل هذا تسجيلا رسميا. ثم لما مات أخذ كل صاحب حق حقه، والمودة باقية والحب باقي. يا سلام، وهكذا. يا سلام. ولكن إبقاء هذا الأمر وتأجيله قد يؤدي إلى الشتات وإلى الفراق وإلى البغض وما شابه ذلك، نسأل الله العفو والعافية. طيب شيخ حسن، فهمنا من كلام الشيخ محمد عبد الله بأنه لا يجوز تأخير تقسيم الميراث. تسأل أختنا بسمة عبر الفيسبوك وتقول لو كان عدم تقسيم الميراث هو بتراضي الورثة لاعتبارات كثيرة، فهل هذا يعتبر مخالفا للشرع؟ ما رأيكم؟ هو الأصل حقيقة لا بد أن نتصور الفكرة الأساسية لقضية رؤية الإسلام في الأموال. طبعا بعض الناس يميل إلى قضية الاستقرار وعدم الحركة وأن تكون الأمور هادئة. الإسلام ما أراد ذلك. يعني لا بد ونحن نتكلم عن أنه والله نكون بالتراضي أو بغير التراضي، لا بد أن نستصحب ماذا يريد الله عندما يقول والله هذه الأموال توزع. يا سلام. يريد أول شيء أن يكون هنالك حقوق تصل للناس، لا تؤخر الحقوق عن أصحابها. يا سلام. أنا صاحب حق، بعد أن يصلني الحق من حقي أن أتصرف في مالي الذي هو لي بالشكل الذي أريد. مثلا أنا أريد خلاص أنا أتحرك في حياتي في التجارة، لا أريد أن أكون ضمن بيت مثلا محتكر. فصراحة لما نتكلم عن تأخير المواريث وما ينجم عنه على مستوى يعني ما أراده الله سبحانه وتعالى من مقاصد في تفتيت المال وتداول المال وتوزيع المال وحركة المال، لا يكون مالا جامدا، لا، الله يريد منا قضية التنمية والاستثمار، لأن ذلك كله في النهاية يدخل ضمن فلسفة الإعمار في الكون، يعني ضمن فلسفة الإعمار في الكون. فهذا ولا الأصل، يعني حتى نكون الصورة واضحة. إذا كان والله هؤلاء بالتراضي بعد أن عرف كل ذي حق حقه لا، قبل أن يعرف. الأخت تسأل قبل أن يعرف. لا يقسم الميراث بناء على تراضي الجميع.
على كل هذا ستكون له مشاكله. نعم، إذا لا يجوز. لا إيه نعم، لابد من تقسيم الميراث. على الأقل يعرف أصحاب الورثة مقدار كل إرث كل واحد يعرف له ما له نعم. وما عليه. نعم. لماذا نقول هذا الموضوع؟ لأنه أحيانا بعض الناس يقول لك والله نحن نعم بالتراضي، لكن يحصل أحيانا أن يموت شخص من هؤلاء نفسه. نعم. وتدخل في إشكالية جديدة، العول. لأن الذين ربما مات عنهم هذا له أطفال وله أولاد. صحيح. فدخلوا الآن كورثة وقبل أن يعرفوا ما لهم أصلا من نصيب في هذا الأمر. فالصحيح أنهم لا بد أن يوزعوا هذه الورثة على الفور لا على التراخي. صحيح أنها باعتبارها حقوق، والحقوق يجب أن يبت فيها. هذا من قضايا ربما حتى تكلم عنها كثير من العلماء في قضايا القضاء، أنها تكون فاصلة وناجزة وباتة، ولا يلزم منها أصلا التأخير حتى لا يؤدي إلى المشكلات والخصومات. تمام. نعم. إذن يجب تقسيم الميراث سريعا، ولا يلزم من التقسيم أن يأخذ كل ذي حق حقه. نعم. وإنما على الأقل أن يعرف ما له من حق في هذا الميراث الذي أعطاه الله. نعم. تبارك وتعالى. طيب، جميل. دكتور حسن، فيما يتعلق ببعض الناس قد يحرم صاحب إرث لعلم أو بغير علم، كأن يكون مثلا رجل متزوج بزوجتين، فالأولى تعيش معه دائما والثانية بعيدة، أو العكس، فالتي تكون دائما معه وتشرف على أمواله تورث، والبعيدة لا تورث. أو أن يكون لديه أبناء من زوجة طليقة فلا يورثون، أو أن تعطى المرأة جزءا فتسكت. ما حكم الشرع في هذا شيخ حسن؟ أولا أكدنا في بداية الحديث أن الميراث وزعه الله وقسمه بنفسه، ولم يترك لأحد أن يقسمه بالطريقة التي يريد، وهذا هو الذي يسمى الهدى. هذا هو الهدى، والقرآن هو هدايات، ومن أخذ بهداياته خرج عن الضلال وخرج عن القسوة وعن الشقاء، ومن لم يأخذ بهداياته دخل في المتاهات هذه، دخل في قضية الجهل في الظلم، والله سبحانه وتعالى يقول وقد خاب من حمل ظلما. فالصحيح أن مسألة الميراث لا تترك لا للزوج ولا ليس له حق أصلا، ما ترك الله للشخص هذا أن يقسم أصلا ورثته من بعده، قسمها الله سبحانه وتعالى. طيب، بعضهم وبالتالي هذا النوع أم أولادي، يقول هذه أم أولادي وعاشت معي وتعبت وربت، وتلك الثانية زوجة جديدة ما خدمت ولا عملت شيء، فكيف تأخذ الميراث بهذا المال؟ لأن هذا حقوق، ولأن الله قسمه. لأن الله قسمه، هذا حقها. نعم. هذا حقها. عندك أنت في حياتك إذا رأيت أن هنالك بعض من أبنائك أو بعض من أزواجك تريد أن تمن عليهم بشيء، مع أن هذه فيها طبعا كلام كثير، قضية التفاوت نفسها، يعني حتى في حياتك التفاوت في الأبناء فيه إشكال، يعني أن تعطي بعضهم وتحرم، هذا نفسها فيه إشكال، فما بالك وأنت تحرم شخص مستحق. هاتين الزوجتين لهما الحق الكامل في هذا الميراث بالتساوي، ما دام أنها صارت زوجة ثبت لها الحق، بغض النظر يحبها يكرهها، هذه لا علاقة لها، لا علاقة لها. نعم. هذا حقها ويجب أن يصلها. نعم. حتى الأولاد، سبحان الله، حتى الأولاد اللي سواء أمهم مطلقة أمهم تحت العصمة لابد أن يصلهم حقهم. هل الرجعية لها إيراث؟ الرجعية لها ميراث؟ إذا كانت في فترة العدة نعم، لأنها زوجة في فترة لأنها زوجة، لكن إذا انتهت عدتها فخلاص فليس لها شيء من الميراث. نعم، ليس لها شيء من الميراث. طيب، جزاك الله يا شيخ حسن. على كل حال بعض الناس يجتهد في هذا كثيرا ويحرم من يستحق الميراث نتيجة لهذه الأمور. نتجه للشيخ محمد عبد الله. شيخنا الكريم، الحقيقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. حدثونا عن الوصية وأهميتها، ولماذا الله سبحانه وتعالى قدم الوصية في كتابه العزيز على الدين؟ ما حكمة من ذلك؟ إليكم الميكروفون. على كل حال موضوع الوصية هو من الحقوق المتعلقة بعد وفاة المتوفى. ذكر في البداية أن الشخص إذا مات هناك حقوق متعلقة بهذا المال،
أولا الدين، ثانيا الوصية. فإذا أخرجنا الدين وأخرجنا الوصية ثم ما بقي من المال يوزع ويقسم على الورثة. إذا دخلنا في موضوع الوصية، الوصية هي حق مشروع لهذا الشخص الذي يعني يوصي لأي شخص آخر، ولكن الله جل جلاله وتباركت أسماؤه جعل هذه الوصية في نطاق محدد، يعني ليس كل إنسان يوصى له. يستطيع هذا الإنسان أن يوصي لغير ورثته، أما الورثة فدام أن لهم حقوق في هذا الإرث، الله جل وعلا منحهم حق في هذا الإرث، فالله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون هناك وصية لهذا الوارث. فبالتالي هذه الوصية تكون لشخص خارج حدود هؤلاء الذين يرثون من هذا المال. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني أنت ستأخذ حقك، لا يجوز أن يوصي لك هذا الإنسان من هذا المال الذي سيقسم على الورثة، يعني لا يمكن أن تأخذ مرتين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هذه الوصية في هذا المال الله جل وعلا لم يجعلها مفتوحة هكذا، يعني ليست يعني في أي يعني في أي قدر من المال، إنما حددها النبي عليه الصلاة والسلام في الثلث وما دون. فإذا كانت هذه الوصية في أكثر من الثلث، إذا زاد الأمر عن الثلث، فإن هذا الزائد عن الثلث لا يعطى لهذا الذي أوصي له بهذا المال، إنما يعطى الثلث فما دون. فإذا كانت الوصية في الثلث وما دون يعطى هذا الإنسان ما أوصي له به. وأما إذا زاد فكما قلنا فإنه لا يعطى هذا المال الزائد وهذا القدر الزائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال له: الثلث والثلث كثير. طيب، أحسنتم شيخ محمد، أحسنتم حفظكم الله شيخ محمد. طيب، بعض الناس كما تفضلتم قد يورث أو يوصي لوارث، يوصي لوارث، وهذا ذكرتم أنه لا يجوز، محرم، فلا وصية لحديث مسلم، فلا وصية لوارث. لكن إذا تم توريث الوارث وقبول وصية الميت بإذن الورثة، فما حكم ذلك شيخنا شيخ محمد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بعض الناس قد يوصي لوارث لخدمة قدمها له أو لشعوره بأنه قصر في حقه، كبعض الرجال مثلا يكون بعيدا لفترات طويلة عن زوجته فيوصي لها بميراث زائد عن حقها، ما تقولون في ذلك؟ على كل حال، بالنسبة كما قلنا الوصية للوارث أيا كان يعني سببها هي ليست متعلقة بالأسباب. الوصية هذه ليس لها أي علاقة بسبب مهما يكن الأمر، فإن هذه الوصية لا تنفذ أبدا، لأن الحديث نص قاطع في رفض هذه الوصية. طيب، إذا رضوا الورثة، إن رضي الورثة شيخ محمد، حتى لو رضي الورثة فإن هذا المال أولا يقسم، فإذا أرادوهم أن يمنحوه من أموالهم شيئا يمنحوه. أما الحديث الوارد يقطع تماما بعدم إعطاء الوارث مهما كان، يعني لم تعلق إذا لا ينفذون الوصية إلا بعد أن يمتلك كل ذي حق حقه، فإذا نفذوا الوصية فكأنما كل واحد منهم تنازل عن حقه بقدر الوصية. نعم، إذا أراد الورثة أنهم يعني إذا كانوا يعتقدون أن هذا الشخص له فضل معين أو جهد معين وأرادوا أن يكافئوا أن أباهم أوصى له بذلك، فإنهم أولا يقسمون الميراث على هؤلاء الورثة، ثم إذا أرادوا بعد ذلك أن يمنحوهم من أموالهم ومن حقوقهم
هذا أمر عائد إليه. طيب، أما على العكس تماما، تنفذ. على العكس تماما شيخ محمد، بعض الناس نعم. لا ينفذ وصية الميت، لا ينفذها أبدا، وخاصة إذا رأى أن ثلث المال سيذهب، فإما يخبئ الوصية أو يخفيها أو لا يحدث بها. ما تقول في ذلك؟ هو من الجشع الزائد الموجود في المواريث. فهذا المتوفى أوصى لهذا الشخص المستحق اللي هو من غير الورثة بوصية، فالذي يعني يمنع تنفيذ هذه الوصية فقد دخل في نطاق الظلم الذي تحدثنا عنه في البداية. نعم. فإنه أكل حق هذا الموصى إليه، فبالتالي وتعدى حدود الله أيضا، لأن الله يقول نعم. بعد نهاية الآيات تلك حدود الله، فيكون نعم. بذلك تعدى حدود الله، أليس كذلك؟ نعم كذلك. طيب، جزاكم الله خير شيخ محمد. ابقوا معنا. دكتور حسن، وردنا سؤالين مهمين. الأول، هل يجوز توريث المال الحرام إذا ورث الورثاء مالا حراما كمال الربا أو كالتجارة بالخمور وما إلى ذلك، وهي أموال كثيرة، فهل يجوز لهم أن يتقاسموها وهم يعلمون أن أباهم أو ولي أمرهم كان في الحرام؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، ويتردد كثيرا، ما الحكم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث؟ النص يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعض الدول تساوي الرجل والمرأة. بلا شك أنه حرام، ليس هنا إشكال. الإشكال أين؟ بعض النساء تعمل بما يحكم به البلد الذي هي تعيشه، فتأخذ الميراث نصف 50% كما نص عليه القانون. هل يجوز لها ذلك؟ وهل هذا يعتبر بالنسبة لها مالا حلالا طيبا أو هو حرام لأنها تعدت حدود الله؟ إذن سؤالان مهمان دكتور حسن بين يديكم. طيب، أول فيما يتعلق بالمال الحرام، المال الحرام وهل يجوز توريثه أم لا؟ هنا على كل، إذا كان هنالك شخص يعمل في أموال بغض النظر عن طبيعة هذا العمل ثم مات فجأة وترك مالا، هنا والله أعلم أن عليه غرمه وإثمه وعليهم غنمه، يعني هو له الوزر وعليه الإثم. وهنا طبعا في قاعدة أن المال لا يحرم مرتين، هو يحرم عليه أن يعمل في هذا المال، ولكنه إذا كان توفي وترك هذا المال فالورثة يرثون هذا المال ويتقاسمون، وبعد ذلك مسألة كيف يطيبون أو يخففون على صاحبهم هذا الذي توفى هذا قضية أخرى، لكن مسألة الميراث يورث على كل، يورث هذا المال. بالنسبة لمسألة المساواة، طبعا هنا لابد أن أنبه، للأسف الشديد يعني يروج عند كثير من الناس بأن القاعدة الأساسية في الميراث هو للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس صحيحا. تصور أنت مثلا 4 حالات تقريبا فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنالك العشرات من المسائل المرأة إما تفوق الرجل وإما تساويه وإما تحجبه. صحيح، عدها العلماء 30 مسألة. 30 مسألة. فمن الظلم جدا أن نقول والله يا أخي نحن نقيم الدنيا ولا نقعدها على 4 قضايا. 4 قضايا. نعم. هنا لابد دائما أنا أميل إلى أنه نحن إذا خضنا في التفاصيل لمن لا يؤمن بفلسفة التشريع نكون في إشكال. الميراث يمكن أن أجرؤ وأقول لا يعتبر قاعدة الذكورة والأنوثة في الميراث، لا يعتبرها، وإنما يعتبر ماذا؟ 3 قضايا، وهي القرابة، العبء المالي والمسؤولية، والجيل من حيث أنه جيل صاعد أم أنه جيل مقبل على الحياة أم جيل مدبر عن الحياة. يعني نستطيع نقدر نقول المصالح والمفاسد تقريبا. يعني مثلا هنا حتى أبسط المسألة، تصور الإخوة الأشقاء والأخوات، إخوة وأخوات أشقاء وإخوة لأم، كيف أن الإخوة الأشقاء أعطاهم القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة لأم
رجال ونساء ساواهم. كيف تفهمها؟ كيف الله سبحانه يقول لهؤلاء أنتم متساوين إخوة وأخوات ما دام ورثتم كإخوة لأم أنتم متساوين، أنتم الأشقاء ما متساوين. هنا لابد أن أقف ليش والله ليش وهذا تماثل يعني ظاهريا ذي الأخوان وذي الأخوان. هنا هذا الأخ الشقيق يأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الأخت تأخذ ماله وتخط في الجيب أو خط في البنك وبكرة جالسة له في البيت هو يصرفه، هو الذي ينفق عليها، هو اللي ينفق عليها. نعم. إذا طلقت كل شيء يجب عليه أن ينفق عليه. فهنا راعى فكرة إيه؟ المسؤولية. أما الإخوة الأم، الإخوة الأم ما مسؤول منها، يعني إذا عنده أخ شقيق أو عنده أخ لأب هو الذي يكون مسؤولا عنها، فأخوها لأمها ليس مسؤول عنها، فهنا صار يرث مثلها. ساوته. فإذا لم نفهم حقيقة فكرة الفلسفة الكلية لمسألة التشريع تقع في هذا النوع من التوهان. وبالتالي من يطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة ينادون بأنه والله أشبه ما يكون 80% من الحالات التي تتفاوت فيها أو تتجاوز فيها المرأة الذكر مثل حظ الأنثيين، نقول لهم لا والله لا ساووها نتيجة الأربع حالات. وهذه طبعا ظلم كبير جدا. يعني تصور الآن مثلا إذا في بنت وفي أب وفي أم وفي إخوة، نعم، أو في بنتين مثلا، نعم. في بنتين وفي أم وفي أب. طيب البنت الواحدة ما دام الذي توفى هو أبوها ترث النصف، معروف، نصف المال. نعم. مقابلها في من؟ في الأم والأب. نعم. صور الأب ليس ذكر بلى. لماذا لم ننظر هنا إنه والله يا أخي هي فاقته؟ نعم. لاحظت؟ والأم ماثلة لها، فاقتها. طيب ليش فاقت البنت هذه الأم والأب؟ لأن المرتبة بتاعت القرابة فهي أقرب إلى أبيها من الاثنين. فالمسألة إذا لم نستوعبها حقيقة فهذا دائما نقع في إشكالات، وكأنما والله الشريعة الإسلامية مطلقا لم تعتبر منطق لا، في قضايا تتساوى فيها، في قضايا المرأة ترث أكثر من الرجل، في قضايا هذه للذكر مثل حظ الأنثيين، في قضايا محددة. هذا تقريبا. وأنا أتوقع إذن يا شيخ حسن أن المسألة تعود إلى مستوى الإيمان بكتاب الله تبارك وتعالى. نعم. ومستوى الالتزام أيضا بأوامر الله تبارك وتعالى. هناك فرق بين من يقول سمعنا وأطعنا سواء فهم الحكمة أو لم يفهم، وهناك فرق بين من لا يقبل حكم الله أصلا حتى يفهم وحتى يقتنع. فرق كبير طبعا. ولذلك سبحان الله هذه المواريث من آخر ما نزل سورة النساء. سبحان الله. لماذا؟ لأنه تأسس الإيمان وتأسست قاعدة العقيدة وتأسست قضية الجنة والنار والإيمان بها والرضا بأحكام الله والرضا والاستسلام لقوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا شأن المؤمن. طيب شيخ حسن، هناك حقيقة سؤال مهم. بعض أصحاب المال إذا شعر بفراق الحياة واقترب أجله يسارع فيكتب أمواله لإحدى زوجاته أو لابن من أبنائه، وذلك حتى إذا مات لا يقع عليه تقسيم الميراث على بقية الورثة. ما حكم ذلك؟ على كل موضوع إذا كان ذلك في مرض الموت لا ينفذ. هذه من ضمن الوصايا التي تسمى وصايا ضرار، يعني هي وصايا تريد أن تضر بطرف من الأطراف فلا تنفذ. وإذا كان في حياته يكون ظالما، يعني إذا كان والله عنده أبناء وهو صحيح وسليم وشغال في السوق وطالع ونازل وكتب لبعضهم وترك الآخرين، هذا ظلم. هلا أعطيتهم جميعا؟ نعم. يعني من العدالة إلا في حالة في استثناءات معينة أن يكون هنالك ابن مثلا متفوقا يريد أن يحفزه، يعني في قضايا ابن متدين، ابن طائع، ابن مهتم بقضايا الدين والعلم وكذا، ويريد هو مثلا أن يعينه على هذا الجانب بهذا المقاصد. نعم، لكن بمقصد حرمان الآخرين من الميراث. أما إذا قصد حرمانهم من الآخرين فهذا ظلم. هذا ظلم ولا يجوز ولا ينفذ. إذا أيضا لا ينفذ إذا كان معناته سيعودون إلى المحاكم تقبل المحاكم وإلى آخره. والله المستعان. نعم. الله المستعان. فهذا حقيقة من الظلم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى. يعني في جزئية حقيقة كنت أحب أن أعلق عليها، وهي ما ذكره الأخ في ميراث في وصية. فضل. في قضية إنه والله بعض الناس مثلا يذهبون إلى الحرمان لبعض النساء أو لعوامل على كل، أو يحاولوا أن يؤخروا مسألة التقسيم تحت
بعض المصالح التي يرونها. كل ذلك حقيقة من الأشياء التي الله سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. يعني الله عليم وحليم ولطيف ورحيم، فأنت سلم أمرك لله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بمصالحك، أعلم بحالك ومآلك، وأعلم كذلك بمستقبلك. وبالتالي إذا سلمت أمرك لله ونفذت مطالبه وحدوده فإن شاء الله ستكون فائزا. طيب شيخ محمد عبد الله، عندنا سؤال سريع من بعض الإخوة يقول: هل يحق للابن مطالبة والده بتقديم الإرث في حياته قبل مماته؟ كأنكم أشرتم إليها ولكن نحب أن نرجع. يقول: اديني حقي قبل ما هو يموت. الله المستعان، بعض الأسئلة تتعجب منها. طبعا يعني مثل هذه المطالبة أنا أرى أن هذا هو يعني درب من دروب العقوق، لأنه ليس من الأدب وليس من الذوق وليس من الاحترام أن يتفوه الابن يعني بهذه الكلمات، يطالب والده بأن يعطيه حقه في ميراثه، وما أدراك قد يتلف هذا المال قبل أن يموت أبيه. فبالتالي مثل هذا الأمر هذا أمر لا يصح ولا ينبغي، بل لا يجوز للابن أن يطالب أباه بمثل هذه المطالبة. إنما الأب أو الشخص الذي سيورث مالا يعني يحق له أن يقسم هذا المال من منطلق يعني من منطلق ذاتي، يعني لئلا يتنازع الورثة، يفعل ذلك. أما أن وليس ماله أصلا، ليس له حق في ذلك طالما الأب حي، فالمال مال الأب وليس مال الابن ولا مال الزوجة، وليس لهم حق في ذلك. صحيح. أبدا، والمال ليس لم يصل بعد لك، أنت يكون حقك إذا الأب مات. نعم. ومن الأمور التي أريد أن أنبه عليها يعني ولا بد أن نركز عليها تماما، يعني أقصد أن نحن المسلمون ينبغي لنا أن ندرك تمام الإدراك أن هذه الأحكام التي جاءت من عند الله عز وجل الحكمة الأولى التي لا نزاع فيها هي حكمة التعبد لله. ذكر الدكتور حسن قبل قليل الآية التي تبين أن الله جل وعلا أدرى بمصالح العباد. نحن عقولنا محدودة، لا ندرك مصالحنا كما يدركه الله جل وعلا أبدا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله جل وعلا أدرى بمصالحنا نحن، فتقسيم الله جل وعلا لهذا المال وبهذه الطريقة كله داخل تحت نطاق الحكمة الأولى، أن الله جل وعلا أدرى بمصالح عباده منهم لمصالحهم. وبالتالي هذا التقسيم الذي قسمه الله جل وعلا ينبغي لنا أن نذعن له وأن نطيع. بارك الله فيكم على هذا البيان. إن كان عنده لوثة وعنده إشكالية في دينه وفي إيمانه بالله، هو هذا الذي يدفعه إلى أن يتكلم بمثل هذا المنطق. أما الذي يعرف أن الله جل وعلا عليم حكيم فإنه لا يتطرق. أشكركم على هذا البيان شيخ محمد عبد الله. دكتور حسن، في دقيقة واحدة، حرمان النساء من الميراث كيف ترى ذلك؟ للأسف الشديد طبعا أول هذه من القضايا اللي ربما سائدة كثيرا في مناطقنا في إريتريا على وجه التحديد، وخصوصا حرمان المرأة من الأموال المتعلقة بالعقارات. مثلا إذا كان الأرض زراعية ومات الشخص، فالغالب أنهم حتى لا تنتقل هذه الأرض إلى المرأة ومن المرأة تنتقل إلى زوج ويدخل شخص غريب على يحرمونها. هذا ظلم. واحد من اثنين: إما أنك والله تقيم هذه الأرض وتعرف للمرأة حقها وتعطيها هذا الحق، لكن أن تحرمها تماما هذا ليس صح. وإذا تشبست المرأة بحقها في المال أنها تريد أرض فليس لك أيضا أن تحرمها من هذا. هذا طبعا من الأشياء حقيقة الخطيرة جدا، حرمان جزئي أحيانا، حرمان كلي أحيانا، وكل ذلك نظرا للبعد عن دين الله سبحانه وتعالى وسطوة الرجال أحيانا ظنا منهم بأن والله لهم أن يفعلوا في هذه القضايا ما يشاء. ولكن أنا أعتقد بالعلم إن شاء الله الصحيح الذي ينشر بين الناس وبمعرفة النساء لحقوقهن، عليهن إن شاء الله أن يدركن أن هذه المسائل هي مما متعهن الله به ومما أعطاهن الله إياه، والجاهلية مرفوضة تحت قدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدم. فالجاهلية مثلا المرأة ما كانت ترث، وكان يحتكرون الرجال الميراث. الإسلام جاء ورفع من قدر هذه المرأة وورثها، بل أحيانا جعلها متفوقة على الرجال في بعض الأمور. فهذه المسائل على كل لابد من الانتباه إليها، وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم أعزائي المشاهدين والمشاهدان، المستمعين والمستمعات. أوشكنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة،
أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله والحذر من الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه كما قال الله تعالى، والعمل بحدود الله تبارك وتعالى. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للضيفين الكريمين الدكتور حسن سلمان من الاستوديو والشيخ محمد عبد الله من خارج الاستوديو، والشكر موصول لكم مستمعي الأكارم والمشاهدين. وهذا أخوكم برهان يحييكم، أسأل الله تعالى أن يتجدد لقاء بكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ظلال أعينك شمعة جديدة ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها أحبتي، يا عليك يا جنة عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها طفولتي. يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب يا أنت. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. إريتريا راديو سلام.